نغسل ايدينا عده احنا وزراء. ايوه. قال ايه السيفون دي؟ انت عارف الدش؟ اللي من فوق دي اقلبه الناحيه التانيه يبقى سيفون. وزيرة البيئة هي اللي ما شدتش السافون. احترم نفسك، انا مش عايزه ارد عليك. مش هحترم نفسي، اللي انت بتعمليه ده اصلا غلط. غلط على الصلاه. ايه ده ماله ده؟ ما يصحش كده، ما يصحش كده. معالي الوزير، رئيس الوزراء داخل يا معالي الوزير. بجد يا حضرة البكباشي، يعني انت مش عامل لي مفاجأة؟ ممكن تبعد عني عشان ريحتك جاز. جاز ولا لسه ما جاز؟ اتفضل اقعد. والله العظيم ثلاثة أكبر عيب اللي بيحصل ده. لما أنا أبقى قاعد مفيش احترام ليا يبقى عيب، وأقوم دلوقتي أدور الضرب في الناس. عبده. إيه ده يا حبيبي؟ عبده. إيه يا ابني؟ أنت ليه معادك هنا؟ ما أنا بمضيلكوا على بتمضي عليا؟ أنت عايز ترفدني يا عبده؟ عشان نخلص يا ابني رئيس الوزراء جاي، اتفضل امشي يا عبده. بنفسه بنفسه يا عبده امشي. خش يابا والنبي جنبك يابا. يلا 4 ورا يا اسطى، اطلع أنت يلا خلاص. اتفضل يا معالي رئيس الوزراء. اهلا 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 اهلا. صباح الخير. صباح النور عالبا النور، يسعد صباحك هنا وسرور لما يزقزق العصفور. سوي سوي سيو سوي سوي سيو سيوي سيوي سيو سوي سوي سيو سيو سيو. فينك يا عصفورة وين ما نشوفك غير بتطيري، ما عندك غير جناحين شمري غير. انت يا زفت. استنى يابا. بولا 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 بولا. انت يا نيلة. في ايه يا عم؟ بولا بولا. عبده. حصل ايه؟ يا عبده. جرى ايه؟ يا عبده. حصل ايه؟ يا عبده. جرى ايه يا عم؟ خلاص يا عبده اطلع بره واعمل لي قهوة. بقول لك ايه، ما بلاش القهوة ليه؟ لحسن مدرة للبول. والله. اطلع بره يا عبده واسمع الكلام بعد اذن حضرتك. طب ما تجيب بوسه مشبك. اطلع بره يا عبده. ده انا اطلع بحبك والله يا عم، والمصحف بحبك. طب اطلع. بقول لك لما تجيب الجلوكوز لفه يابا. اطلع بره. بره. خدت كل الادويه. انا جامعكم النهارده يا ساده عشان نتناقش في كل المشاكل اللي موجوده في البلد. باذن الله يا باشا مفيش مشكله ولا حاجه. ليه؟ لان كل عقده وليها حلال. يعني عندك مثلا السنه دي الدودي كلت القطن، وما احنا عملنا ايه؟ بعنا الدودي. السنه الجايه بقى باذن الله نزرع الارض كلها دود، فتطلع القطنه تاكل ايه؟ فنبيع القطن. سؤال الحلقه، هل الدودي هي الزمير؟ لو عرفت الاجابه ابعت على صبه جمهوريه 712. ارضك بتنده. تعالى ما حد غيري يفيدك. طلباتك يا ريس. اصل انا عرفت الاجابه. طب ايه هي؟ احنا نجيب الزمور ونحطهم لله. ايه؟ راح الفرح وجه. اقعد مكانك. لم نفسك، في وزير محترم يقول زمير؟ ويا ترى مشكله الكهرباء ايه؟ حضرتك مفيش مشكله في الكهرباء ولا حاجه، بل بالعكس احنا اكتر وزاره بنعمل لمصلحه الشعب. ازاي؟ والكهرباء اللي بتقطع كل يوم والتاني دي ايه؟ احنا بنقطع الكهرباء عن عمد، لاننا بنعمل لاخره الشعب مش لدنيته. ازاي بقى؟ لما الكهرباء بتقطع بتقول ايه؟ انا بقول استغفر الله العظيم، منكم لله منكم لله. يعني بتذكر الله، يعني بتاخد حسنات، يعني بنساعدك في دخول الجنه. ايوه بس في ناس تانية لما النور بيقطع بتسب وتلعن فينا وفي اللي جابونا. دول برضو بنعمل لاخرته. ازاي بقى؟ لاننا من دلوقتي بندربهم على حر ونار جهنم والعياذ بالله. اللهم قوي ايمان. الله يبارك لك. ربنا ياخدك. الله يخليك. ومشكله الرياضه ايه؟ المشكلة ما عليك في الجمهور. الجمهور لما بيجي بيرمي شماريخ على اللعيبة فالنجيلة بتتحرق، فاحنا ممكن نشيل النجيلة ونحط مكانها مية، فالشماريخ تنزل في المية تعمل تش. والسمكة يعني فش، وانا بالالماني يعني ايش، والحياة بقت مش. اكمل ولا هش؟ لا هش. هش. ومشكله البترول ايه؟ انا اقول لك يا معالي رئيس الوزراء، تعالى. اتفضل. بص يا معالي رئيس الوزراء، كل مواطن وبيمون العربيه بتاعته يمون معاها كمان جيركن، بحيث لو العربيه فضيت يبقى الجيركن موجود. طب ولو الجيركن فضي؟ كده العربيه تركن، وكده لو طبقنا سياسه اديك في الجيركن تركن. هايل والله يا سياده الوزير. عارف انا نسيت اقول لك على حاجه، احنا لازم نعمل الموضوع ده لان ايه؟ راح الفرح وجه. اقعد مكانك. يا جماعه الحلول اللي انتوا بتتكلموا عليها دي حلول مش عمليه، الجمهور محتاج حلول عمليه عشان يقتنع بيها. اسمح لي سيدي الرئيس، انا شايفه ان بلدنا ما فيهاش مشاكل ولا حاجه، كل الفكره ان بلدنا محسوده. محسوده؟ ايوه محسوده، وانا بعرفها من عينيها. عين مين ياما؟ عين ام مصر دي محسوده ومكسوره، تقوم من النقره تقف وتحضري عين امها.
ايوه يا جماعه، بس انا يعني شايف ان الحل ده حل مش عملي، دي خرافات. ده كلام ساذج. لا يا جماعة، ده مش كلام ساذج ولا حاجة. أنا عندي تقارير بتؤكد وتفيد إن فعلا مصر محسودة. يا فندم معاليك لازم ما تصدقش كل التقارير. لا، ده تقرير سري جاي لي من شخص سري محدش يقدر يشوفه ولا يسمعه غيري أنا. اتفضل يا سيادة المقدم. تمام يا فندم. معاكم المقدم عبده ربيع، اسم حركي. الاسم الحقيقي المقدم عبده ربيع. عبده مقدم، يا صلاة على النبي، ده انا كنت بعطف عليه. انت يا عبده، وانا اللي كنت بحرم نفسي من كل حاجه عشانك. ده انا كنت بشيل البرسيم من بقي واديهولك. ياه، وانا اللي كنت فاكرك طلعت اتاريك. وانا اللي كنت بديك بنزين عشان تعمل بيه مولوتوف. وانا يا مدودك كلكوز. عبده انا عايز البلاي ستيشن بتاعي. انا مش عايز اسمع نفس حد فيكم. اي حد فيكم اداني حاجه هرجعها له. احنا شغالين في المخابرات، لو هنسيح لبعض انا ماسك صور عليكم كل يوم. يلا يا أستاذ، اتفضل منك ليه؟ ازيك يا باشا؟ أهلا وسهلا سيادتك. ايه رايك في الدور اللي انا كنت عامله بتاع عبده ده؟ ده هايل بقى. شفت محدش عرفني خالص. فظيع. شفتني وانا بقول خدت كل الادويه مفيش دواء. خلاص، في ناس موجودة. خلاص خدت كل. خلاص. بقول لك ايه، امثل في الظابط ولا خليه طبيعي؟ لا، خليك طبيعي احسن. انا عايز بقى الناس كلها تركز معايا في اللي هقوله ده. البلد دي فيها مشكله واحده، ايه هي؟ ان البلد دي محسوده. البلد دي ايه؟ محسودة. من ساعة ما هاني رمزي قال في فيلم وعايز حقي هو وعصام كاريكا وعبد الله مشرف. انت هتقول كل المشاركين في العمل؟ ما تغلط يا عبده. لما قال من هنا بحر احمر ومن هنا بحر ابيض وكده متلول وكده متلول والكل سهر حلم اليوم. بالظبط كده، والناس عرفت قيمة البلد دي وحسدتها. أيوة، إيه الحل بقى؟ مفيش غير حل واحد، احنا نشوف مين البلاد اللي بتحسدنا ونجيب واحد عينيه ما حصلتش نوجهه على البلد دي ينق عليهم يفشلوا هم نكسب احنا. الله بس يا عبده يا نكس. بس هنجيب الشخص ده منين؟ انا البت بنت اختي عينيها حسوده ومقوره الله يحرقها. انت عارف، مره بصيت لي قبل كده قالت لي ايه يا خالتي الجمال ده كله. من ساعتها اجي ابص لنفسي في المرايه اشوف نفسي دب. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. طب وانت ايه اللي مضايقك؟ المفروض اشوف نفسي دبه. دبه؟ انا مش هرد عليكي مبدئيا. أنا عندي فكرة يا باشا جهنمية. إحنا نعمل إيه؟ نعمل مسابقة يتقدم لها كل الحسيدة اللي في البلد ونسميها أرب جود حسد. أنا ماسك صور عليك، أنت لو طلعتها هتروح في داهية. يا جماعة، الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده كلام محلي. احنا محتاجين واحد حسيد دولي يطلع على البلد من دي يديها العين تنزل على الأرض على طول. ايوه يا محمد. ايه؟ مواطنين عاديين دخلوا هنا؟ ازاي يا محمد؟ ازاي انا اللي قلت اي حد يدخل من المواطنين، من الوزراء يا محمد، مش مواطنين. بعد اذنك يا معالي الرئيس، في مشكله مهمه حلها بنفسي يا معالي الرئيس. اتفضل يا سيدي. اوعى ايدك يا عم، اوعى ايدك، يعني تمسكني كده. احنا مواطنين وحقنا ندخل. احنا مواطنين ولازم نقابل رئيس الوزراء. هو انا عشان عايش في برج عادل؟ اوعى يا عم، اوعى يا عم. اوعى يا عم، انتوا ما اتغيرتوش ابدا. ايه استعمال القوه المفرط ده؟ اوعى. ايه الايد الجامده دي؟ في ايه مالك؟ انا باين اتشليت يا فندم، بعد اذنك اروح اخد حقنه شلل. يلا بسرعه. في ايه يا مواطن؟ ايه ده؟ رئيس الوزراء اللي بيجي في التلفزيون. ايوه يا سيدي. طب بتطلع ازاي بعد كده من التلفزيون؟ سيادتك يعني اصل انا قدمت يعني على مشروع شقه، عشان كده انا جاي اقابلك. انا قدمت على شقه حضرتك في مشروع اللي هو بتاع اسكان العرايس من 5 سنين ولغايه النهارده ما خدتش الشقه. ما هي العماير دي وقعت على دماغي اللي فيها حضرتك. عشان قدمت عليه من 5 سنين. طب سيادتك انا قدمت اللي هو بتاع مساكن صقر قريش من 4 سنين ولغايه النهارده ما خدتش الشقه. المساكن دي طلعت غير صالحه للاستخدام الادمي فقفلناها.
عشان احنا غير صح. طب سيادتك قدمت في المشروع بتاع ابن بيتك يا ابن بلدي عشان ما حدش هيبني لك يا ابني، وخلي بالك باين ولا ايه؟ ده هايل بقى، هايل. هايل ايه يا برنس؟ احنا مالنا ومال البنى؟ ايوه صحيح الكلام ده بقى. لو انتوا بتدوا شقق ولا بتدوا المشروع ده لنجارين مسلح ولا مثلا بتوع محاره، احنا مواطنين عاديين هنبني ازاي سيادتك؟ انت بتشتغل ايه؟ سيادتك انا دلوقتي عاطل، بس انا اشتغلت في كل حاجه. زي ايه؟ يعني الاول مثلا اشتغلت في تربيه الدواجن. جت انفلونزا الطيور شالت كل الدواجن. واشتغلت في ايه بعد كده؟ بعد كده اشتغلت بقى في تربيه العجول. يا كنت ربي العجل من دول تلاقيه ايه؟ لا النوع ده ما ربيتوش خالص صراحه. جت بقى ايه جنون البقر شال العجول كلها سيادتك. هايل، هو ده. اشتغلت في الزراعه مثلا؟ زرعت الارض كلها قطن، جت الدوده كلتها كلها. هو ده. علاقتك ايه بالرياضه؟ لا على خفيف يعني، كنت بورد لعيبه للمنتخب، بعد كده قالوا كده كده المنتخب ما بيكسبش ما توردش يعني. هو ده. ايه علاقتك بالبترول؟ ايه ده استاذ وحيد سيف الله يرحمه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازاي صحه حضرتك؟ لا البترول ماليش علاقه بيه خالص يا ابني. امال ايه اللي بيحصل ده؟ ابو العيون قول لهم الحقيقه، مش هنكذب على وزير البترول. لا مش علاقه مباشره بالبترول، لا هي العلاقه كانت عباره ان انا مطلوب مني احفر شويه حفر على الحدود بيننا وبين بلد تانية باين ولا ايه، فحفرت الحفر هم ملوها بترول وبعدين جم ناس تانيين راحوا هدوا البترول يعني. طب اشتغلت في ايه تاني؟ اشتغلت حضرتك في رئاسه الجمهوريه. كانوا واخديني طباخ الرئيس بدل طلعت زكريا حضرتك. انا استلمت الشغل يوم 24 يناير. معرفش باين في 25 يناير حد مشي حد تاني جه، بس كانوا بيطبخوا في البيت بط باين مش عارف. هو ده. وسع كده يا عبده. ابو العيون، نعم. انت مرتبط؟ ايه ياما اتعميتي؟ شوال بطاطس واقف جنبه ولا ايه؟ والله يا حبيبتي كل واحد اضرب نفسه، وبعدين مالك رجليكي شالك كده ليه؟ شايلاني زي ما شايلاكي. ايه مفيش تقدير؟ التقدير عنده ام هدير. ايه ده مالها دي؟ لا بلا ام هدير بلا ام سمير، تظبطي كده. ابو العيون شوف يا ابو العيون انا مش عايزه ارد. مش اسلوب يا ابو العيون. مش اسلوب؟ فعلا مش اسلوب. سيبيني انا اتصرف. يا عسل. انت اسمك ايه؟ اسمي عنبه. عنبه؟ امال لو بطيخه كان يبقى شكلك ايه يعني؟ عنبه ازاي؟ طب بس ايه الحلاوه اللي انت فيها؟ الله يخليك. ايه الرشاقه اللي انت فيها؟ الله يكرمك. ايه القمر اللي انا شايفه ده؟ يلا يا سيد سعد الحقها يا وزير الكهرباء الحقها. حاضر تعالي ابعد خليكي ماسكه الخشب. تعالي بقى يا جماعه يا جماعه نقولوها بسرعه المستشفى الخاص بتاعتي. يلا بسرعه يلا. ايه ده؟ وزير الصحة عنده مستشفى خاص بتاعته؟ ده أكيد متكلفة فلوس كتيرة أوي. يا لهوي. الحقونا يا ناس، المستشفى الخاص بتاعت وزير الصحة انفجرت. هو ده. يا وزراء يا وزراء. سياده المقدم عبده. أيوة. غمي له عينيه بسرعه. لا انا ماليش دعوه، انا ده يبص لي انا عبده العبيط يا بنت. ده يبص ايه لي ده؟ وكمان بتعرف تعمل عبيط؟ يا عم يلا يا ديني ايه ده؟ هات الجلابيه خد. وكمان بتعرف تزحف. ما تخافش يا باشا انا هتصرف. ابو العيون شايف الكفه دي؟ شايف العين دي؟ النهارده الخميس 5/5/2005 كان عندنا كتكوت وكبر، وكانت عندنا فرخه بتمشي كده اهو. خلاص يا باشا هو بقى في السليم. يعني دلوقتي اقدر اتعامل معاه؟ يا باشا نضيف اتفضل. ابو العيون. نعم. احنا محتاجينك في مهمه وطنيه لان انت عندك قوه خارقه. انت بتحسدني ولا ايه؟ قوة خارقة ايه؟ لا بقول لك ايه النهارده خميس 5/5 بقول لك ايه كان عندنا بتاع بيمشي كده اهو. لا يا سيدي انا ما بحسدكش، انت اللي بتحسد. انا اللي احسدك برضو. احسدك على ايه ولا على ايه يا سياده رئيس الوزراء؟ ده حضرتك كفايه المكتب، كفايه الصوره بتاعت حضرتك دي. يا ايه اللي كانت بتاعت حضرتك دي؟ والنبي مالك دعوه باي حاجه في المكتب. ماشي ولا مش ماشي؟ حضرتك انا تحت امرك. ماشي. احنا محتاجينك تسافر امريكا.
اسافر امريكا؟ ايوه. ايه ده معقوله؟ يعني هركب الطياره اللي بتطير في السماء واللي فيها المضيفه بتقول على الساده الركاب ان هم يربطوا الحزام عشان ما يقعوش من الشباك؟ دي الطياره دي حلوه قوي. الحقونا يا ناس، في طياره خبطت في البرج. ايه اللي وقف البرج قدام الطياره؟ انت كمان بتحسد طيارات؟ انت ايه يا اخي؟ الطياره دي انت هتركب فيها كده هتفرقع بيك. لا ما دي فرقعت، احنا نحسب من اول وجديد بقى. يا ابو العيون، ابو العيون، المهمه كبيره قوي يا ابو العيون، المهمه صعبه عشان خاطر مصر. مصر يا ابو العيون، مصر بلدنا كلنا، الهرم والنيل والاهرامات وابو الهول. وكمان عندكم مزيكة رأفت الهجان. كان عندكم مزيكة رأفت الهجان. ابو العيون ركز معايا. اركز معاك؟ مش بعينك يا سيدي. تحت امرك يعني. يا ابو العيون. ايوه انا معاك. دلوقتي احنا محتاجين انت عرفت هنتابعك بايه هناك؟ حضرتك يعني مثلا لو حبينا نتواصل، انا بقيت في امريكا عشان احسد امريكا. ايوه. هنتواصل مع بعض ازاي؟ هتكلموني ازاي؟ هكلمكم ازاي؟ موبايلات مثلا؟ ولا يعني مثلا عندكم هنا في الوزاره؟ ايه ده؟ انتوا عندكم في الوزاره هنا عده جامده قوي. ده ايه التليفون الجامد ده؟ ايه التليفون اللي كان جامد ده؟ يا ابو العيون احنا هنتابعك بالقمر الصناعي. وكمان عندكم قمر صناعي؟ ايوه يا سيدي. طيب يعني انا طريقه حسدي لامريكا هتبقى منقوله يعني على الجزيره مباشره مصر ولا ايه؟ لا طبعا احنا بس اللي هنشوفها. لا بس انا عايز الناس كلها يشوفوها، لان كمان قناه الجزيره دي الصوره بتاعتها حلوه قوي. يا فتاح يا عظيم يا رزاق يا كريم يا مسهل. قرب يا مدام 2 ونص. قرب يا مدام 2 ونص. تيشيرت حماده 2 ونص. فستان مياده 2 ونص. بكام تيشيرت حماده بليز؟ تيشيرت حماده 2 ونص. بكام فستان مياده؟ فستان مياده $10 ومعاه مياده. طب انا عايز مياده مش عايز الفستان. انتوا جايين تهرجوا بقى. احنا جايين نهرج. يلا يا جسيس منك له من هنا. يلا اطلع بره. يلا. طب احنا هنجيب لك ناس. يلا يا رب يا مسهل يا رب. هو ده البيت الابيض يا بت عواطف، في البيت الابيض اهو. يا الو الو الو. الو. ايوه يا ابو العيون، انا سامعك كويس. سامعني كويس؟ ايوه يا سيدي انا سامعك كويس. مع ان انت في مصر وانا في امريكا مسافه طويله جدا، ازاي سامعني؟ ده ايه السمع الجامد اللي عندك ده؟ الو. في ايه يا باشا؟ في ايه يا ناقصه؟ في ايه مش عارف. في ساعتك خدت الدواء؟ نخرج سوا، ده وقته يا سيادة المقدم. يا باشا يعني خدت البرشام؟ لما بابا ينام يا سيدي، مش وقت مسرحيات دلوقتي، نشوف المصيبة اللي احنا فيها. حاسس ان في طحلب دخل في ودني. ابو العيون، شايف البادي الحلو ده؟ ده بيتباع ب2 ونص وعندنا ب6 جنيه. يا بت ما توديناش في داهيه، هنا الناس هيفتكرونا ان احنا امريكان، لو عرفوا ان احنا مصريين وجايين عشان نحسدهم هيودونا في 60 داهيه. ما تقوليش يا ابو العيون دي. امال اقول لك ايه؟ لازم الناس يحسوا ان انا امريكاني. قولي لي مستر ابو العيون. ماشي حاضر يا مستر ابو العيون، انا عايزه البادي الاحمر ده. ما اسموش احمر يا بت، احمر يعني ريد. احمر يعني ايه؟ احمر يعني ريد. احمر يعني ايه؟ احمر يعني ريد. احمر يعني ايه؟ خلاص مش عايزه الاحمر، هات لي البادي الاصفر. ما اسموش اصفر. اصفر يعني ريد. اصفر يعني ايه؟ اصفر يعني ريد. اصفر يعني ايه؟ اصفر يعني ريد. اصفر يعني خلاص مش عايزه الاصفر، هات لي الاخضر. اخضر يعني ريد. اخضر يعني ايه؟ خلاص يا ابو العيون كرهتني في البضاعه. خلاص يا بت انا بهزر معاكي. معقوله هنيجي لغايه امريكا وما نعملش الشوبينج يعني؟ ازاي اجيب لك اللي انت عايزاه؟ عايزه انه رد فيهم، الاحمر ولا الاخضر ولا الاصفر؟ عايزه الرد الاحمر. الرد الاحمر. ماشي. جو تو هيل.
هاي هاي ايه 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 الباضي اللي بيكحح ده؟ ده $30. $30 ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ هما $2 بص هو اخره $75. $50. اوكي ايوه كده. خد يا سيدي. هات. ايه؟ ايه ده؟ ايه ايه ده؟ العملة دي؟ عملة؟ ايه ده؟ لا اهو عملة مصر يا عم، وادي فرعين اهم. فرعين؟ مش توفيق عكاشة، لا فرعين. فرعون 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 يبقى فرعين يعني. اوه I love Egypt. جو تو هيل. Thank you. دي اوكي يعني بص بقى اديك الباقي بقى بعدين. خد يا بت. ايه يا ابو العيون الحلاوه دي؟ ده انت برنس في الانجليزي، ده انت كنت ابيض. ابيض يعني ريد. ابيض يعني ايه؟ ابيض يعني ريد. ايوه. لا ما انا يعني اتعلمت صراحه. الدكتور بنهاوي عشان هو من بنها فبعت جاب لي 4 مدرسين بتوع انجليزي. يا الله يرحمهم ال4. يا الو يا ابو العيون. ايوه. والنبي يابا ركز معانا شويه في اللي انت رايح تعمله. مركز اهو. مين؟ انا المقدم عبده ربيع، مركز معايا؟ عبده ربيع؟ ايوه. الاسم الحركي ايه؟ هو انا هو عبده ربيع برضه؟ ايوه. عايزني اعمل ايه؟ اسمعني بقى كويس، انت دلوقتي قدام البيت الابيض صح؟ ابيض يعني ريد. ابيض يعني ايه؟ يا عم انا ماليش دعوه، انا ابيض ولا احمر مش أيوة. هو كان يا مكان. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في زمان غير الزمان ومكان غير المكان ملك يدعى الملك النعمان. كان عنده بنت اسمها جهاد، وابن أخوه كان بيربيه اسمه محمود. النهارده أنا هحكي لكم حكاية جهاد ومحمود، وأنا سلامة اللي كنت معاهم في نفس الفيلم. ملك النعمان كان ملك قوي، كان بيهدد بلاده التتار اللي برغم ان بلادهم بعيدة إلا إن كان في دماغهم يجوا مصر عشان يفتتوها. الملك النعمان كان من أذكى الأذكياء ومن أنبه الأنبهاء، ما كانش يقول كلمة إلا لما تطلع منه حكمة، وما كانش يقول حكمة إلا لما تطلع منه كلمة. حلو قوي يا مولاي. قول لنا كمان نكته عن التتار. يقول لك مرة واحد تتاري حب يعمل لسه يا جماعة لسه حب يعمل مفتح، تفتكروا يعمل ايه؟ ايه فضل صاحي طول الليل. أبوكوا لطيف قوي يا ولاد. ده احنا عارفين. ده انتوا رخمين. بقول لك ايه يا مولاي، كلمنا عن صولاتك وجولاتك مع التتار. فكرتوني بأيام، بس أنا صولاتي وجولاتي دي ما كنتش فيها لوحدي. كان معايا سلامة. فاكر يا سلامة؟ ودي حاجة تتنسي يا مولاي عنك انت. انا هقوم بالطلعة دي. كان مولاي بيحب الصيد وغاوي صيد، ومرة انا ومولاي كنا ماشيين في الصحراء في وسط الغابات كده هون وبعدين فجأة لقينا 10 من التتار على يمنا و10 من التتار على شمالنا، او 12 تقريبا على شمالنا، ودول على يمنا ودول على شمالنا. نعمل ايه؟ يا سلام، وعملت ايه يا سلامة؟ ما قدامنا فاضي ورانا فاضي. فمولاي بذكائه وبفطنته قال لي اجري يا سلامة. قعدنا نجري انا ومولاي لغاية اما لقينا صخرة ضخمة، استخبينا ورا الصخرة
لكن التتار بالأجهزة الحديثة اللي معاهم كشفونا من ورا الصخرة. مولاي قال لي اجري يا سلامة، جرينا لغاية ما لقينا مغارة. دخلنا جوه المغارة كانت ضلمة كحل بحيث ما تقدرش تشوف ايديك من يعني عارف ضلمة يعني ضلمة. وفجأة لقينا أسد. يا سلام، وعرفت منين ان هو اسد والدنيا كانت ضلمه؟ أسد يعني هيقول لنا مساء الخير، مش محتاجين نشوفه يعني. لقينا الأسد ده راح مولاي، فاكر يا مولاي فاكر؟ ايوه. خليك يا مولاي خليك. وبعدين ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم. وبعدين ايه؟ فكرني. تعالوا. وبعدين اما لقينا الاسد راح مولاي طلع السكينه بتاعته وراح ذابح الاسد. وعلى ريحه الدم شويه لقينا ديب، جالنا الديب. وعرفت منين بقى يا سلامه انه ديب والدنيا ضلمه؟ معروف يعني الديب يعني. المهم راح مولاي مسك الديب وقطم رقبته ونزل بيه على الارض. شويه لقينا تعبان لونه اصفر. يا سلام، وعرفت منين ان هو تعبان والدنيا كانت ضلمه؟ الضيوف الرخمين بتوعك دول يا مولاي. تعبان بيعمل كده يعني تعبان. وعرفت منين بقى انه اصفر؟ بس فراح مولاي لا بقى الحكايه كده. قال لي لا يا سلام، احنا هنفضل في وسط الحيوانات اللي هتضايقنا دي، تعالى نطلع بره المغاره. خرجنا بره المغاره، بقوا التتار قدامنا والحيوانات من ورايا، التتار قدامنا والحيوانات من ورانا. بس ازاي يا سلامه؟ بس عملت ايه يا سلامه؟ ما فوقينا فاضي. فجاه لقينا طياره دي يا حبيبي، طياره دي يا اخويا. طائره اللي هي انثى الطائر، اللي هو طائر الرخ. يا سلام، وعرفت منين ان هو طائر الرخ؟ من جوجل. المهم راح مولاي مسك في رجل الطائرة وأنا مسكت في رجل مولاي، بس كان لسه قلع الجزمة. فاكر يا مولاي؟ الا فاكر، دي كانت ايام. الله يسلمك. يا سلامة الحق يا سلامة، الحق يا سلامة الحق. يا مرعوب في ايه؟ الحق يا سلامة، في ايه؟ خصم وراك، ابعد انت وراك. مرعوب. ها ست. نو تعالى هنا نو. في ايه؟ بيقولوا لي التتار كلهم جايين. مين اللي بيقولوا لك؟ ناس كتير قوي حاسبهم وراك. ولا اي حد يقول لك اي حاجه تصدقه. التتار عمرهم هيجوا مصر. خلاص حاضر. اهدى. حاضر. يلا. مرعوب ده على طول راعبنا كده يا مولاي. انا عارف والله. اللي قول لي يا سلام، أيوة. احنا بقى مش هنقدم حاجه للضيوف ولا ايه؟ لا قوي. تحب اجيب الراقصات يرفهوا عن الضيوف؟ راقصات برضو والاولاد موجودين يا سلامه؟ ايوه، انا عايز اتفرج على الرقصات. انا كبرت بقى. انت عايز تتفرج على الرقصات ان شاء الله؟ انا مش ماليه عينك؟ انت بتغيري ولا ايه؟ طبعا، مش ابن عمي. اتفضل قدام. ايه البلطجه دي؟ جهاد بتغير على محمود يا مولاي؟ ايوه، وهو جهاد لمحمود ومحمود لجهاد. حاضر، يعني انت بتوثق الاحداث عشان لو اي حاجه حصلت. أيوة. حاضر يا مولاي. أيوة. حاضر. تسمح لي بقى ادخل الرقصات؟ تدخل الرقصات. حاضر. وكان مولاي شديد العنايه في اختيار الراقصات. ما كانش يختار اي رقاصه الا على الفرازه، ما فيهمش ولا غلطه. فلتدخل الراقصات. ايه ده؟ موسيقى غربي في بيت السلطان؟ لا انا ما اسمحش بده ابدا، حتى ولو على سبيل الافيه.
سلامة، انت بتستهبل يا سلامة، بتستهبل؟ انا اسف جدا يا مولاي، سموك ارتاح انت وانا هتصرف. طيب ماشي، هرتاح. اتفضل سموك، اتفضل. ايه يا انجا؟ يا ايه يا انجا؟ يا سلام، في يا سلام. مزيكا تتاري في بيت السلطان تستهبلي؟ يا سلام، النهجان اللي انا فيه ده مش على الفاضي يا سلام. كفايه الغدا، جايب لي علبه كشري ب3. ايه ده؟ كنت عايز علبه كشري بكام؟ علبه كشري ب5، ده ليه زياده؟ لا انا اجيب لك الحله اضربي منها على طول بقى. ماشي. انا مش فاهم سر تمسك مولاي بيك انت دونا عن بقيه الراقصات. يقول لي هات لي الراقصات دي، هات لي الراقصات دي. سحراله ومال يعني. انت ماليه المسرح كله يا ماما. انا مش فاهم يا انجا، والله انت كان ممكن يبقى لك مستقبل كويس، انا ما اعرفش ايه اللي ممشيكي في الطريق ده يا انجا. انا ماشيه في الطريق ده عشان الطريق التاني ضيق. انا غلطان، انا غلطان. امشي اتكل على الله فلتنصرف الراقصات. اوعي الديكور. يا مولاي يعني صراحة اختيار حضرتك هايل من الراقصات. ايه رايك يا مولاي؟ لا انت اللي مولاي. انا سلامة، انت مولاي. انت متعود على ادوار البوابين يا زلمة. هل يا مولاي التتار بيفكروا يخشوا مصر؟ اللي يفكروا يخشوا مصر يا ابني، مصر بلد الامن والامان، مصر متأمنة من كل حتة. يا سلامة. أنا هشرح لهم، اتفضل أنت يا مولاي. حدود مصر متأمنة من كل مكان، الحدود الخارجية لمصر في 5000 جندي شجاع، لو التتار فكروا إن هم يخشوا مصر هيتقطعوا. يا سلام، طب ولو التتار عدوا الحدود الخارجية دي هيبقى الوضع إيه؟ لو عدوا الحدود الخارجية في حدود المدينة نفسها فيها 8000 جندي شجاع، هيقطعوهم. طب لو عدوا ال8000 دول؟ لو عدوا ال8000 حوالين القصر في 10000 جندي من فرقة 5 خمسات. دي لو نملة فكرت بس تخش القصر هتتقطع. يا سلام، طب ولو التتار عدوا فرقة ال5 خمسات دي هيبقى الوضع ايه؟ الوضع زبالة طبعا. لا بس موجود مولاي طبعا هيوقف لهم بسيفه البطار، يبقى حظهم اسود. ايوه طبعا انا هطلع لهم. انا عايز اقول لكم يا جماعه، مصر متامنه من كل حته، وعلى راس البلاد سلطان جائر. مولاي الحق مولاي، ابعدوا محدش هيخش ولا مرعوب. بقول لك ايه، ما تستهبلش. في ايه؟ التتار دخلوا يا جدعان. التتار دخلوا؟ ايوه دخلوا مصر؟ ايوه دخلوا خلاص. طب ال5000 جندي اللي على حدود مصر كلها عملوا ايه؟ قتلوهم كلهم. يا نهار يا. طب ال8000 جندي اللي على حدود المدينه عملوا معاهم ايه؟ دول بقى قتلوهم وعلقوهم كلهم على المشانق. مشانق؟ ايوه. جابوا لهم 8000 مشنقه منين دول؟ طب ال 10000 جندي اللي على حدود القصر نفسه، دول بقى ذبحوهم وقاعدين بياكلوا الجنود جوه في المطبخ. يا سلام يا سلام، عمك تقول لي يعني انت رئيس اركان حرب وبتاع و5000 و8000. ما تقلقش يا مولاي، انت عارف مين اللي مستني التتار لما يدخلوا هنا في القصر؟ سموك يا مولاي. انا بقول لك يا مرعوب، انت متاكد ان هم جايين على هنا فعلا؟ بقول لك قاعدين بياكلوا الجنود جوه. بياكلوا الجنود جوه. اذا ايوه مفيش مفر غير اننا ايوه. اجري يلا. اجري من هنا يا مولاي. ايه هتسيب الاولاد وهتجري يا مولاي؟ معقوله؟ ما انا هقول لك يا سلامه، انت بقى حضرتك يعني تخلي بالك من العيال. انا خلي بالي من العيال. حضرتك خلي بالك من العيال، وانا كده هموت. بس اهم حاجه الختم ده بيثبت ان هم الورثه الشرعيين جهاد ومحمود. حاضر يا مولاي. تمام، اتكل انت. ماشي. مع السلامه. مع السلامه. بابا انت رايح فين؟ انا هقول لكم يا اولاد، انا رايح اجيب الدب من ديله، بس على ما الاقي له ديل، وما عرفتش اجيبه واسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل. رايح اجيب الدب من ديله، بس على الله الاقيله. مع السلامه يا عم فؤاد، مع السلامه. تعالوا يا اولاد، تعالوا ما تخافوش، انا معاكم.
انا معاكم، مش هسيبكم ابدا لغايه اما التتار يجوا ويمشوا من هنا. ما تقلقوش يا ولاد، تعالوا تعالوا. احنا التتار، احنا الاشرار، بس في كله مختلفين. في تتاري صغير وتتاري كبير، وانا تتاري ما بين الاتنين. ربع نص كيلو، عبيله واديله. فين الملك؟ الملك فين؟ انا هقول لك الملك فين. هو الملك هرب، بس من هنا مشي من هنا كده في كوريدور كده اهو، بعديه زي امريكان كيتشن، واخد بالك؟ بعد ما بتعديه في حته معموله زي لاندسكيب كده اهو، بتخش من عندها في سرداب سري مكتوب عليه السرداب السري. ها، خش هتلاقي الملك مستخبي جوه، خلص عليه بالبتاع الخشب. الف شكر يا عم سلامه. لا ده احنا عنينا للتتار، ده احنا الواحد بيقف على السفاره التتاري ب4 ايام عشان ياخد الفيزا يعني. لا على كده اجيب لك فيزا سياحي بقى. طيب ماشي، الف شكر. استاذنك بس في كرسي العرش. طبعا ما دام احتليت مصر جت على الكرسي، خد الكرسي. الف شكر. مع السلامه. ربع نص كيلو، هاتوا الكرسي وشيلوا. وهنحكم كده يا سلامة. سلمت يا بابا؟ سلامة خاين، سلامة قاتل. روح اتبع الحيطان، اجري. سلامة خاين، سلامة قاتل. يا تغور يا تغور يا اتكل على الله. سلامة خاين، سلامة. انا بعمل كده يا اولاد عشان مصلحتكم، عشان ما حدش يعمل فيكم حاجه. معلش انا معايا الختم بتاع ابوكم، انا مضطر اعلمكم بيه عشان ما تتوهوش يا اولاد. ما تخافوش انا معاكم. هاتي ايدك يا جهاد. اوعى تقرب لها، سلامة سفاح. اكتبها برضو على الحيطه، اكتبها. يا سلامة ايدي. امال لو جبت حبر احمر كنت عملت ايه؟ انت ما عندكش دم يا. دلوقتي انا هبيعكم في سوق الجواري. انت هتشتغلي جاريه، وانا يا سلامة، وانا انت هتشتغل جاري مع اقرب تاجر جواري. هبيعكم يا اولاد، بس عينيا هتبقى عليكم، ما تقلقوش. جارية للبيع، جاري للبيع، أي حاجة قديمة للبيع. جارية للبيع، جاري للبيع، أي حاجة للبيع. يا عم يا بتاع الجواري. أيوه. لو سمحت تشتري الجاريه دي والجاري ده بكام لو سمحت؟ لا أنا ما بشتريش، أنا هعرضهم لك ورزقي ورزقك على الله، بس ليا برسنتج 15%. 15% برسنتج ليه يا عم؟ ده كل اللي تجار الجواري بياخدوا 10% ماكسيمان. ماكسيمان؟ خلاص مش هنختلف، حطهم على العربية. يلا يا جهاد، يلا يا جهاد. هوب امسك. هوب. يلا يا محمود، يلا خلي بالك منه. كريم مش هوصيك، متقلقش. خلي بالك منه. مع السلامة، مع السلامة يا جهاد، مع السلامة يا محمود. يا بعد العز اللي كانوا عايشين فيه ده كله، بعد القصور وريش النعام والدوناتس والمشط بوتيتوس، هيروحوا ياكلوا فول وطعمية وفسيخ من نبروه. لا، العين اللي شافتهم في العز ده كله ما ينفعش تشوفهم وهم في البهدلة. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. ايه الاستجابة السريعة دي؟ جارية للبيع، جاري للبيع. انت الراجل يا بتاع الجواري. ايوه يا ست مانجا. عندك جواري طازه؟ طبعا، امال ايه؟ الجارية دي لسه بشوكها على الزيرو. طب طلع لي الجاريه وعلبه سوبر. طيب يلا يا بت. هطلعها لي على كام؟ 50 دينار. لا هم 30 مفيش غيرهم، هنزلهم لك في السبت. طب ما تهزيهم شويه. اهو. يلا يا بت اطلعي. رجع جهاد، ما حدش يقرب لها. بس ياض، بقول لك ايه يا ست مانجا، ها؟ تاخديش الواد ده كده فوق البيعه فري؟ اعمل بيه ايه؟ ده انا عند حريم السلطان. الواد ده هيبقى مملوك كبير وهيأثر في الاحداث اللي جايه. يأثر يطول ماليش علاقه. محمود ما تسيبنيش يا محمود. خش يا بنت جوه. محمود هي كلمه. انا لازم اشوفك يا محمود.
جابولك خميس خلاص وجمعه. ياض خلاص. جارية للبيع جاري للبيع يا عيني البيع جارية للبيع. تياترو مصر. تياترو مصر. يا أهل مصر، فاتت سنين وسنون وسنان وكبر محمود وكبر الجهاد وكبر كمان سلامة، ومن ساعتها وأنا ماشي في كل شارع وفي كل حارة وفي كل زقاق ماشي بنادي وأقول أنت فين يا محمود؟ أنت فين يا جهاد؟ وارجع تاني واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واغير في الاداء عشان الناس ما تملش واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ واقوم داخل باداء مفاجئ ما يتوقعهوش حد ابدا واقول انت فين يا حوده؟ انت فين يا بنت جهاد؟ لكن محدش بيرد عليا، والناس في مصر في كل الشوارع ماشيين بيحاولوا يساعدوني ويقولوا انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ انت فين يا محمود؟ سلامة، ازيك يا سلامة؟ ايه ده؟ الصوت ده انا مش عارفه. مين؟ أنا محمود يا سلامة. محمود؟ وانا ايش عرفني انك محمود؟ مش بتشتغلني ولا حاجه. حسس. روايه محترمه عيب. لا أنت فهمتني غلط، يعني المسني عشان تتأكد إن أنا محمود. المسني نفس الحبر من نفس الحبارة. محمود، يا أخيرا لقيتك يا محمود. كبرت يا محمود، كبرت. وإيه اللي في وشك ده يا ابني؟ شنب. كبرت وبقيت تلزق يا ابني، ما شاء الله. وشغال فين دلوقتي يا محمود؟ أنا بشتغل قائد جيوش مصر مع الأمير عز الدين أيبك. قائد جيوش مصر؟ والشغلانة دي قرشها حلو يعني؟ مش مهم الفلوس، المهم مصر يا سلامة. يا محمود، انت عارف من ساعة ما بعتك انت وجهاد وانا ماشي في كل شوارع مصر يا محمود عمال انادي واقول انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ سلامة، أنا هنا يا سلامة. ودايما اسمع التهيؤات دي. لا مش تهيؤات، انده تاني. انت فين يا محمود؟ يا عم انت لقيتني انا، نادي عليا هي. انت فين يا جهاد؟ يا سلامة أنا هنا يا سلامة. اهو سامع اللي انا سمعته؟ ايوه. طب شايف اللي انا مش شايفه؟ ايوه. يا سلامة أنت ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بصلي. اعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ اعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه؟ بس بصلي حرام عليك. يقول لك اعمى يا هبله، اعمى. ايوه يعني ما بتبصليش. ابص. ما بتبصليش ليه يعني؟ مش فاهمة. دي اتجننت البت باين ولا ايه؟ ادخلي جوه. مش هدخل. بقول لك خشي جوه. انت فاكره نفسك ايه اميره؟ ده انت جاريه جربانه. خشي جوه كملي الرقص. انا ما بعرفش ارقص. من خيبتك يا موكوسه، ده انا جايبه لك عاطف عوض يعلمك كل الرقصات. اعمل ايه تاني؟ اجيب لك سفينات؟ خشي. عرفت صوت الردح ده جاي منين يا محمود؟ ده اكيد جاي من عند حريم السلطان. حريم السلطان. طيب انا عايزك تخطف رجلك وتروح لحريم السلطان. هتقابل واحده هناك اسمها انجا، قول لها انا جاي من طرف سلامه باماره.
هي هتفهم على طول وتسلمك جهاد. سلامة، هجيب جهاد يا سلامة. مع السلامة محمود. يا أخيراً لقيت محمود وجهاد الاتنين مع بعض في مشهد واحد. أخيراً، وبكده يكون انتهى المشهد الأولاني، والمشهد التاني هيدخل وراه على طول من غير استراحة ولا حاجة. غيروا الديكور. لف يا عم. الله ينور يا عبد العزيز. الله ينور يا حاج أحمد. انزل بالمنظر يا عم، انزل يا حاج. ايوه، اوعى دماغك يابا، اوعى دماغك. اتكل على الله، انزل كمان شويه. الله ينور يا عم احمد على الاضاءه، الله ينور. يا سلام يا سامي، يا سلام. الله ينور يا اولاد، الله ينور. وبكده بقينا جوه قصر شجره الدر. شجره الدر اللي كانت متجوزه الملك صالح نجم الدين علي أيوب إبراهيم السيد باين، ولكنه مات بالهارت أتاك. ومن ساعتها الناس كلهم بيطالبوا الملكة شجرة الدر إنها تتجوز تاني، لأن كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عشان كده كان أهلا 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 بالملكة شجرة الدر. عشان كده كان الصراع دايما ما بين أقطاي وعز الدين أيبك. مين فيهم اللي هيفوز بقلب شجرة الدر؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، أو انتوا اللي هتشوفوه. أنا مش هقدر أشوفه لأن أنا أعمى. قمر يا مولاتي قمر. تفتكري هعجب أقطاي وأيبك؟ ده انت تعجبي الباشا، هم يقولوا ده انت مش بس ملكة، ده انت الملكة التي هزت عرش مصر. مولاتي حسبي يا أنجا، ابعدوا يا سفاحين، محدش هيقدر ياخد أنجا حبيبتي مني. مالك يا أنجا؟ حاسة بإيه؟ حاسة إني حامل. أخيرا عملتها. هجيب لك الولد اللي انت عايزه. أنجا. أنا آسف يا مولاتي، مولاي أقطاي بره، أعمل إيه؟ أقطاي دايما مواعيده مظبوطة. ده انت تظبطي عليه الديك لما يدن. وأنت عرفتي منين يا سفة؟ مرعوب. أنا آسف يا مولاتي، أخليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا أعمل إيه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب استاذن انا بقى يا مولاتي، انت عارفاني خدامتك لماحه، يلا نهارك ابيض. حسابنا بعدين. مولاي أقطاي. أقطاي. أفندم أنا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب. يا سلام. الشعب مش لاقي علاج، شعب حر. وعايش في بطالة وفقر ومرض. شعب موجود. ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حتة. إزاي؟ أنت عندك الرمد في الجيزة، عندك السلام في المعادي، في كل حتة في إما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. فاهم إيه؟ كلام إزاي؟ مستشفيات في كل حتة. ما عندكيش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين أيبك، يا أنا يا الفوضى. أنت بتهددني أنا بالفوضى؟ أنا هددك بأي حاجة، أنا أطلع طلعة جوية أفجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. أنا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطورة عشان تبقي فاهمة. أيبك ده لو جه هيجيب جماعته لو جم هيجيبوا مجموعة، الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطورة، البلد دي هتتفتت. أنت عايزاها تتفتت؟ عشان إيه؟
دي الفزاعة اللي بتضحكوا بيها على الناس في الإعلام. وأنا عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. عايز ايه؟ عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. طب ما انت ملكة البلد اصلا، تشتغل نفسك ولا ايه؟ انت شوفي انت عايزه ايه، اما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضلي. اركع. ايه؟ اركع. افندم انا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ انا ما اركعش ابدا. انا راجل صاحب بطولات، انا راجل عامل حاجات كتير، انا راجل عامل مترو الانفاق، انا راجل في كوبري فيصل في نازله ناحيه الشمال بتودي على جامعه القاهره هايله، انا اللي عاملها. انا في الكوبري الدائري عامل وصله جديده بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايله جدا. فاهم ايه؟ في كباري كتير انا في الكباري ما حصلتش. انا اما كنت اطلع بالكوبري مظبوط ما اطلعش بيه يعني. الموضوع مش الموضوع مش كده. الموضوع دلوقتي مش سهل، موضوع في منتهى الخطوره. انا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت اصبحت السلطان، ولكن دلوقتي ايه؟ اما كنت تكملي الجمله للاخر ما تقوليهاش. انا فاضي. ايه؟ هو انا هخمن؟ انا هخمن انت عايز ايه؟ انت حاجه صعبه. سيب لي فرصه افكر. اما كنت تفكري في كلام فضيلة. ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطوره، وانا عايز اقول ان سوف يحكم التاريخ بما لنا او علينا جيلا بعد جيل. إن شجرة الرز باقية والأشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقطاي بيهددني، يا إما هو يا إما الفوضى. مولاتي الحي الحي! في إيه يا مرعوب؟ القائد عز الدين أيبك جه. طب ده خبر عادي. خبر عادي إيه؟ ده قائد الجيوش، ده أنا ما بشوف كمين في الشارع بفلق. طيب اخرج وخليه يتفضل. عادي يعني؟ عادي. ربنا يستر. مولاي أيبك! التحية لمولاتي شجرة الدر. ايه اللي اخرك يا ايبك؟ كنت مزنوق على الدائري يا مولاتي، المرور زبالة زبالة، في عربية نص نقل محملة مماليك قافلة طلعة الكوبري. انت هتكذب عليا يا ايبك؟ ايبك؟ اسمي الامير ايبك. ايه؟ لكن بالنسبة لك انت ممكن تقولي لي يا بكة. بكة؟ بكبوكي بكبيكو. خلينا في المهم يا ايبك. سيرتك يا مولاتي، سيرتك بقت زبالة. الناس عمالة تقول إن القصر فيه شباب داخل وشباب خارج، ده غير إنك شجرة ومزة وقاعدة لوحدك. من الآخر كده أنا شايف إنك لازم تتجوزيني. لازم أتجوزك أنت يا أيبك؟ والله لو لقيتي أحلى مني تجوزيه. كده فرصتك ضعيفة، وخصوصا إن أقطاي بنفسك. أقطاي مين يا شجرة؟ هي هربت منك ولا إيه؟ أقطاي ده كل الناس بتكرهه ونزلوا الشوارع وقالوا له ارحل ارحل. يعني بيحبوك انت يا ايبك؟ والله على الاقل انا معايا اهلي وعشيرتي، ودول ناس منظمين قوي، باشاره واحده مني يجوا يحاصروا لك المدينه ويبنوا حمامات ويذبحوا بقر هيعيشوا ايه؟ افهم من كده ان لو ما اتجوزتكش هتولعوا في البلد يا ايبك. انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي لا سمح الله، بس برضه ما اضمنش محبيني ومريديني اللي ممكن يولعوا في البلد وبحماس. طيب بحماس. طيب افرض اني اتجوزت اقطاي. انا ما افرضش، وحتى لو ده حصل هعمل مؤتمر صحفي واعلن فيه ان نتيجه الجواز دي مزوره. انا عارفه يا ايبك انك شريف من جواك، بس انا حاسه انك مش بتحب البلد. انت بتحب الكرسي ده، وزي ما في ناس معاك في ناس ضدك. يا مولاتي
يا مولاتي اوعدك اني لو بقيت ملك هبقى ملك لكل المصريين مش لجماعتي وبس. واكبر دليل على كده اني جيت لك النهارده وانا مش لابس قميص واقي. مماليك احرار هنكمل المشوار، مماليك احرار هنكمل المشوار. يا خوفي لا تكون بتقول وعود وبترجع فيها. يا شجرة القلب، يا شجيرة الروح والفؤاد، حتى لو أصبحت أنا الملك ستكونين أنت السلطانة اللي فوق الكل. يعني لو طلبت منك إنك تركع هتركع؟ أنا أصلا لو وافقت عليا كنت ناوي أركع ركعتين لله. طيب اديني فرصة أفكر. يبقى وافقتي. لا بقول لك اديني فرصة أفكر. والله وافقتي. لا بقول لك أنا لسه هفكر. عيني في عينك وافقتي. والله أنا لسه هفكر. يا شجرة إيه الغباوة دي؟ أنا لسه استنى تفكر. أخيرا وصلت للكرسي، خشب دمياطي نضيف. يا عنجة يا مرعوب. ايوه يا مولاي. يا محمود. امرك يا مولاي. نادوا كل المنادين اللي في البلد عشان ينادي كل واحد في البلد، ينادي مع المنادين اللي انتوا ناديتوهم ويقول ان ايبك هو اللي فاز بقلب شجرة الدر. قشطة يا مولاي. بيس يا رجاله. انجا كل سنة وانت طيبة يا بيبي. بمناسبة ايه؟ النهارده عيد ميلاد تامر حسني. يا مرعوب، وانا ملك القصر ولا ملك الكبده؟ اسف يا باشا. الكلام ده عند التتار يا حبيبي. محمود. امرك يا مولاي. انا عايز خبر جوازي من شجره الدر يغرق مصر خلال 24 ساعه. لكن الملكة شجرة الدر لسه ما قالتش جوابها النهائي. احنا ما عندناش ملكات ليها راي يا محمود. يعني نعمل لك ايه يا مولاي؟ اطلع الساعة 3 الفجر يعني النتيجة؟ انت بتزعلي ليه يا محمود؟ في ايه؟ معلش انا متوتر قوي النهارده. لا انت وانت درانكينج ما بتبقاش امبورتنج يا محمود. لا 3 الفجر ده انسب وقت نعلن فيه، نص الناس نايمين والنص التاني بيتفرج على قناه التت. نطلع احنا بقى نقول اللي احنا عايزينه. نفذ انا افهم اكتر منك. ما اقدرش يا مولاي. اعلن يا ابني نتيجه الفوز بقلب شجره الدر. نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر: شبرا 500 يبقى 15 أقطاي، الجمالية 600 يبقى 15 أقطاي، الزاوية الحمراء 1000 يبقى 15 أقطاي، شرقية منوفية دهلية سقفولو النهارده فرح يا جدعان، النهارده فرح يا جدعان، عايز كله يبقى تمام، النهارده فرح يا جدعان، لا هكرهها مشيت وراها قلت لازم اعيش معاها، عارفين قلت لها ايه؟ بعد اذن سيادتك ولا هرجع لسعادتك، ممكن احكم يمكن ربنا يهدينا يكرمني ويقويني واستولى على الارض واستولى سقفولو الاحمر عليك سقفولو. التحية للمماليك اللي لسه واخدين دلوقتي حالا. واستولى أيبك على القصر. أخيرا حقق حلمه، وأخيرا أيضا محمود لقى جهاد. محمود. انت جهاد؟ انت محمود؟ ايوه. كبرت يا محمود وطلع لك شنب. وانت يا جهاد كبرت وحلقت شنبك. فاكره يا جهاد واحنا صغيرين؟ فاكره لما كنت بتلعبي قدام باب القصر وقعت في الطينه وقعدت تقولي ايه؟ فاكره يا بيبي. ايوه، ودي ايام طبعا حد يفتكرها. لكن السعادة لا تدوم طويلا، حيث جاءت أنجا مفرقة الجماعات وهادمة الملذات. اقسم بالله العظيم ما حد ياخدك مني ابدا. جهاد تعالي هنا. سيبيني 5 والنبي انجا. هي كلمة تعالي هنا بدل ما اجيبك من شعرك. سيبيني 5 يا انجا، في ايه بالظبط مش فاهماه؟ ممكن تتكلمي معايا انا؟ اتوكس. محمود روحي معايا. يلا يا حلوة. باي باي يا بيبي. باي باي.
لا يا بيه. بحبك قوي يا توحة. مع السلامه. باي باي. باي. سلام عليكم. باي باي اهلا محمود. يا حلو. ثابت. محمود، عمرك يا مولاي. اخطاء يا محمود، اخطاء يحتل دواوين البلد كلها بالجيش اللي تبعه. وانت عرفت الخبر ده ازاي يا مولاي؟ صفحة احنا اسفين يا اخطاء مغرقة الدنيا بالخبر. تنايم على ودانك يا محمود بيه، تعداد جشمي قد ايه يا حودة؟ احنا تعدادنا اكبر منهم بكتير يا مولاي، ومجهز على اعلى تقنيه، بس دي تبقى حرب اهليه. بص يا محمود، انا عارف ان في 70 3 بيلعبوا جوه القصر، وانا بحذر لو عرفت مين بيلعب جوه القصر هلعب معاه. انا صاحب القصر والعب براحتي. مولاي مالك النهارده في ايه؟ اللي انا عايز اقوله لك يا محمود ان انت قائد الحرس بتاعي وانا الملك، واجب عليك تحميني. احميك؟ يعني اعمل ايه؟ يعني تقتل اقطاي. ايه؟ اقتل اقطاي؟ ايوه اقتل اقطاي. يعني عايزني انا اقتل اقطاي؟ يا عم ما تعدي الجملة يا عم. خش بعد اقتل اقطاي. يعني ما تقولش اقتل اقطاي. نلجأ للمحاكمات يا مولاي، قضاءنا الشريف. القضاء ده كمان فاسد ولازم نطهره، واقطاي لازم يتقتل. انا اسف يا مولاي، ما اقدرش اغدر. الجيش المصري يواجه ما يغدرش. بعد اذنك يا مولاي. اذنك معاك يا حودة، اديك عرفت القصر يبقى تعالى. سلام يا حودة. وفي خضم هذه الأحداث، في خضم كجملة صعبة جدا، في وسط كل اللي بيحصل دون تكتشف شجرة الدر إن عز الدين أيمن كان متجوز قبل كده واحدة عرفي ومخلف منها عيل أهبل اسمه منصور لهبل. وين يا وين يا وين يا وين يا وين وين يا وين يا وين يا وين يا وين شكشك على الابيض. ابويا بقى الريس، ابويا بقى الريس. الا صحيح يابا انت بقيت الريس ولا ده حوار انت مركبه علينا؟ لا انا اللي بقيت الريس، اخيرا وصلت للكرسي ده بعد 80 سنة. الكرسي ده بتاعي لوحدي. يا ده بتاعنا. ما تشدش ما تشدش انتي. بقول لك بتاعي لوحدي. بتاعي. خد تعالى اقول لك يا حبيبي، تعالى شوف انا جايب لك ايه. خد الحصان ده وروح العب بيه مع عمو سلامة. روح روح روح. عم سلامة يا عم. أيوة يا منصور يا. بص يا عم سلامة يا عم، الحصان ده حلو قد ايه؟ معلش يا حبيبي أنا ما بعرفش أبص. شوف يا عم سلامة يا عم، الألوان فيه عبقرية، بسم الله ما شاء الله. أنا ما بشوفش يا ابني، ما بشوفش. انظر يا عم سلامة يا عم، بطن الحصان مخروطة خرطة، الواد صنايعي. ما بنظرش يا ابني، ما بنظرش. طب أعمل إيه يا عم سلامة؟ شوفوا كده. وريني وريني الله، ده إيه الحصان الحلو دون يا. أنا هلعبك لعبة حلوة يا منصور دلوقتي. الحصان ده أهو، شايف الحصان؟ أكله جوه بطني كده أهو. إيه رأيك؟ في إيه؟ أنا أكلت الحصان أهو. ما ده هيجيب لك أنت مشاكل. أنا خلاص الحصان بقى جوه بطني. أيوه أنت اللي هتتعب. هو الحصان معايا أهو. ما أنا عايز الحصان. مفيش حصان. لا هتجيبه يا عم سلامة. مفيش حصان. لا هات الحصان يا عم سلامة لو سمحت. مفيش حصان. عم سلامة أنا زعبلاوي وممكن أعملها معاك. حصان. أيوه هاته. طب بص أوريك. أوه طلعته من ودني. خد يا عم الحصان. ده حسنك أنت يا عم سلامة. هو يا ابني الحصان بتاعك مش اهو. ده الحصان بتاع عم سلامة؟ بص إيديك أنا مصدع من الصبح. هات حصان. الحصان اهو يا حبيبي، اهو الحصان بتاعك اهو. عم سلامة أنت راجل كبير وقد أبويا ومش عايز أعملها معاك.
يا حبيبي الحصان اهو يا حبيبي اهو بالوانه، بص الصنايعي اهو. يا ابويا يا ابويا خد الحصان يا ابويا، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان. اهدى ايه اللي خدته منه ده يا سلام؟ افتح لي بطني وهات لي الحصان بتاعي. حاضر. حاضر ايه؟ هتفتح بطني حاضر ايه؟ معلش الواد عبيط. خد روح العب هناك. هو فعلا الولد ده عبيط؟ عبيط بس ما تسيحش والنبي. لا انا هقول لمصر كلها بس. مولاي الحق خير يا مرعوب، شجرة الدر جت. طب خليها تخش، بس خد معاك الواد ده واوعى ترعبه يا مرعوب، اتكلوا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم ده لا تأذينا ولا نأذيك. صاحب البيت اسمه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انت بعت لأقطاي عشان يجي هنا ايوه يا شجرة. ومفهمه ان انا اللي عايزاه. ايوه يا شجرة، الحرب خدعة. انا مش مصدقه. طب انا هبعت لأقطاي واقول له اني ما طلبتوش. ايه يا مولاتي، هو انغاب القرد؟ العب يا ورداتي. ياه، قلبك الطيب الشريف النبيل المصلي بقى أقطاي تاني. انت بتشبهيني بالفاسد ده؟ ان ما كنتش تشبهيني صح ما تشبهنيش. عموما الفاسد اللي انت بتتكلم عليه بكره التاريخ هيثبت اللي ليه واللي عليه. مولاي الحق. خير يا مرعوب، أقطاي جه بره. جه لعذر، خليه يخش يا مرعوب. حاضر. مولاي أقطاي. افندم انا موجود. انت عايز ايه يا شجره العنب انت؟ انت كل شويه تبعت لنا ولا ايه؟ ازيك يا أقطاي؟ انت اللي بعت لي؟ ايوه انا اللي بعت لك يا أقطاي. عايز ايه؟ عايز كل خير. ولأول مرة يجتمع أقطاي مع عز الدين أيبك مع شجرة الدر، وكان رابعهما الخيانة، حيث اتفق عز الدين أيبك مع أردوغا على أن يقتل أقطاي، ودفع لأردوغا مبلغ من المال في كيس من القطيف الأحمر. ذهب أردوغا إلى أقطاي، سلم عليه، قال له تفضل، ثم أخرج خنجره وقتل أقطاي. مات أقطاي ولكنه قاوم وقام مرة أخرى، فقال له ألم يكفيك خنجر واحد؟ وذهب أردوغا وقتل أقطاي. هنا مات أقطاي، ثم قام مرة أخرى، ثم وقع من تأثير الضربة. حاول أن يقاوم لم يستطع، زحف ثم قام مرة واحدة، ثم وقع، ثم قام، ثم وقع، ثم قام أمرمطك، ثم وقع. ثم قام وقع، قام وقع، تدريب ركب، قام ثم خرج، زحف. ولكن الخيانة نتيجتها الخيانة، حيث اتفقت شجرة الدر مع أردوغا أن يقتل عز الدين أيبك، وأعطته كيسا من النقود في قطيفة حمراء، قال لها عيني الجوز. ثم ذهب إلى عز الدين أيبك، سلم عليه، وعلى حين غر أخرج خنجره وقتل عز الدين أيبك. مات عز الدين أيبك وعينه على الكرسي، زحف قبله، ثم مات عز الدين أيبك. وبما إن الخيانة نتيجتها الخيانة، جاء منصور لهبل وعلم إن أبوه قد مات، تقدم وذهب إلى أبيه، نظر إليه، رفع رأسه، تأكد إنه مات، هزه أكتر، مرمطه، بهدله، سابه على الأرض، تأكد إنه مات. حزن منصور لهبا، وقال بمنتهى القوة وبمنتهى العنف، قال: ليه؟
وعندما لم يجد مجيب لسؤاله قال مرة أخرى: ده قال لي أنا هصلي العشاء وأخش أمجد ساعة، وكان وشه أبيض زي اللبن الحليب. ده كان حاجز لنا مصيف. وعندما لم يجد منصور لهبل المصيف الذي حجزه أبوه تقدم إلى أردوغة وقال له: إن شجرة الدر قد قتلت أبي، اذهب إلى شجرة الدر واقتلها. قال له: عيني يا معلم. ذهب إلى شجرة الدر أردوغة وقال لها: مولاتي انظري العصفورة. نظرت ثم أخرج السكين واحتفل وقتلها، واحتفل مع منصور كما لم يحتفل من قبل. وها هي العدالة السماوية تهبط إلى أرض باليرمو، وسجد لله شكرا. سجد لله بعد أن قتل شجرة الدر. وهنا قال له أردوغة: أين نقود يا معلم؟ فقال له: احنا آخر الشهر. آخر الشهر. قبل رأسه ثم أخرج خنجره كرجل خائن وشقه وخرج أردوغة ومات منصور له. مات منصور له. مات منصور له. مات متصدع. مات مش نام، مات. ما هو كده مات؟ أيوة. ميت مربع؟ أيوة، كأننا في رمضان عادي. رمضان؟ انت ايه يعني بتموت في رمضان كل سنة يعني ولا ايه؟ عشان نتسحر وننام. سحر وتموت بقى على طول؟ على طول. مات. أنا بقى هي مت بقى لو سمحت. مات. أنا محتاجة أقعد لوحدي شوية لو سمحت. مات منصور. مات أهو. مات خلاص. مات أهو. أنا أموت كده؟ حلوة؟ دي موتة إغراء دي، لا ما ينفعش. مات أهو. مات. هموت خلاص. مات منصور لهبل. يا أهل مصر، يا ما حذرتكم ويا ما نبهتكم ان التتار جايين على مصر. محدش صدقني، محدش سمع كلامي. اخيرا التتار وصلوا مصر. لما عمك تبغى يعدي كله يوقف قتل يهدي، والسيف اللي في ولا والرمح التقيلي ولا والسبع كسرات والقتل في الحارات. هي ليلتكم بتضحك. فين القائد أكتاي؟ قتلوا الأمير عز الدين أيبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فين الأمير عز الدين أيبك؟ قتلته الملكة شجرة الدر. البقاء لله. فين الملكة شجرة الدر؟ قتلها منصور اللهبل. طب وفين منصور لهبل؟ مات لوحده سبحان الله. طب لما أحب أكلم شعب مصر أكلم مين؟ تقدر تتكلم معايا أنا. وأنت مين؟ مواطن من شعب مصر. مواطن من شعب مصر، شرب من نيلها وجرب يغني لها، لقى صوته وحش ركز في التمثيل. من قائد التتار ومفتت الدول باراك حسين هولاكو. احنا طبعا عارفين مدى ضعف بلدكم بدليل المعونة، فإذا قبلتم التتار أسياد عليكم ودفعتم الجزية ذهب وبترول وقطعة من حدود سيناء هتستبعدوا حرب ساحقة. اوعى تصدقوا يا محمود، قالوا كده في كل بلد راحوها وفتتوها واحتلوها. شوف اللي حصل في العراق وشوف اللي حصل في ليبيا وشوف اللي بيحصل دلوقتي في سوريا يا محمود.
احنا بنحذر مرة واحدة. ايه ردكم؟ خشت؟ بتقول لي انا خشت؟ انت مين يا شبح؟ انا قلت ردي مش عارف مين معايا ومين مش معايا. انا معاك يا محمود، وانا معاك، كلنا معاك يا محمود. أرجوك إذا تجرأ أي واحد من التتار أو أي عدو من داخل البلاد أو خارج البلاد إنه يمس مصر بسوء هيدفع الثمن حياته. فليحيى السلطان، فليحيى السلطان، فليحيى السلطان. الله ينور عليك يا محمود. هو كده يا أهل مصر، يا أهل مصر، يا ما حذرتكم من التتار. التتار طول عمرهم بيحاولوا يخشوا مصر، فشلوا مرة واثنين وثلاثة ولسه بيحاولوا. لازم نسيب للأجيال اللي جاية صورة تفكرهم الأجرة الدولار قالوا لي ما كانت امبارح ب 75 قرش وزي الفل. طب وانت هتغلي الأجرة ليه أصلا؟ في أزمة برسيم في البلد، والحكومة وعدتنا بإن هي هتعمل الكروت الذكية، وإحنا بهايم ما نفهمش في الكلام ده. ده كلام. عندك حق، بس انت برضه ظروفك مرتاحه ومعاك بقره اسود فابيض حديثه. لا 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 لا، الحكومه سحبتها مني خلاص وادتني بقره بيضه بكراهات. ايه ده؟ دي معدات؟ لا ام قرنين. ايه ده؟ البقره البيضه اللي راكنه بره دي بتاعتك؟ ايوه ريتش. ليه؟ طب اسمع بقى، البقره بتسرب لبن، ولو عود كبريت جه فيها هتفرتك فينا كلنا. طب انا اركن البقره فين؟ بقره هتركنها فين؟ في ميدان جهين. عندك حق والله. أنا اللي مهموم والله. أنا اللي شايل الهم من يومي. بقالي قد إيه عايش في أمريكا أنا؟ تقريبا 20 سنة. يعني تقريبا من ساعة ما فتحت. وأنا قاعد في أمريكا 20 سنة، لفتها بلد بلد، جبتها شمال يمين، بس صدقوني ما لقيتش نفسي إلا في السعودية. يا أجحلى سنين عمري قضيتها في الدوري السعودي. أنا وسامي الجابر والقحتاني والدغيع. تعرف الدغيع؟ اسمه غريب قوي، والتاني ده سامي ياسر، إنما أجي عند الدغيع وأتنرفز. والله احلى سنين عمري قضيتها. كنا كل يوم نعمل عمره، بس خلاص انا قررت ابطل شغلانه البقر والعيال الصغيره دي. البقر والعيال الصغيره؟ اللي هي الكاوبوي دي. خلاص قرفت منها. اشتغل شغلانه شريفه اكسب من عرق جبيني. شغلانه ايه دي؟ اشتغل رقاصه، لسه مجرب دلوقتي، وحتى بلاك عارف، ومية مية. ربنا يوفقك. اهو انتوا فقراء بس سعداء. انا معايا كل الفلوس وعمري ما كنت سعيد. راجل عندي بدل البيت بيتين وراكب بقرة احدث موديل، وبرغم كل ده عمري ما كنت سعيد. ليه حبيبي ليه؟ ده انت تاجر عبيد قد الدنيا. ما هي دي مشكلتي، تاجر عبيد. كل واحد يجي يختار من عندي عبد يختارني انا ويحاسب العبد. مشكلة في البشرة، انا لازم الون بشرتي واخليها تبيض. تصدق انا هستخدم كريم قشطة البقرة. قشطة البقرة؟ انت ما شفتش ايه؟ ما شفتش ليه؟ الويسكي ده زبالة. انت هتجيبها في الويسكي؟ انت ما شفتش الاعلان بتاعه ولا ايه؟ اعلان ايه؟ اعلان قشطة البقرة. ها؟ الإعلان اللي بيقول إذا كنت تحلمين ببشرة أكثر بياضاً فعليك باستعمال كريم قشطة البقرة. إذا كنت تحلمين بأن تكوني مجزة السنين فاستعملي قشطة البقرة. إذا كنت تحلمين بأن يجري خلف الجميع رعاة البقر والبقر أيضاً فاستعملي قشطة البقرة. مع إحدى جمهور قشطة البقرة، إيه رأيك في الكريم؟ حقا لقد استخدمته. إنه حقا لكريم مذهل. لقد كنت شكلك هكذا والآن أصبحت هكذا. نعم، لقد خسرت إنشائين من كرشي وإنشائين من أردافي. لقد جربته أيضا على زوجتي وأثارت إعجاب جميع أصدقائي. نعم. المقربين فقط. صب لنا كاس بلاك. عندك ايه تشرب بلاك؟ عندي فودكا، واين، ويسكي، اللي انت عايزه. لا صب لي عرق سوس من ده. لا ده مش عرق سوس، ده برميل مخلل.
يبقى نلعب كوتشينه، نلعب كوتشينه ريتش. يلا 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 ريتشي نلعب كوتشينه، يلا هيصوا. وطالما هنلعب كوتشينه يبقى نلعب بوكر. وبقيت تلعب بوكر. وبتشرب جون ووكر. بقيت تلعب بوكر. وبتشرب جون ووكر. وبقيت تلعب بوكر. وبتشرب يا جماعه يا جماعه يا حبايبي اهدى. انا مش هسيبك النهارده. يا جماعه في ايه؟ انت كل مره تستنى تضرب فيا. انت مشغلات يا. اهدوا، انتوا رعاة بكر وبتسكروا، صلوا على النبي صلوا على النبي. الشيطان دخل ما بينكم، اقعدوا حصل خير اقعدوا. عايزين كوتشينه؟ انتوا يا اللي قاعدين انتوا. ايوه عايزين كوتشينه؟ يا ريت. كاتي اديهم كوتشينه. احلى كوتشينه للرجاله. ايه ده؟ كيتي؟ سيمون. كيتي اختي فتاة ليل. كل ده وفهمانا انك شغاله ممرضه يا كلبه. سيمون ما تفهمنيش غلط يا سيمون. ما فهمكيش غلط. ايه ده؟ انا افسك في بار. هو انا لاقيكي في مدرسه؟ سيمون انا بشقى عشان اجيب لك الفلوس اللي هتسكر ونلعب بيها قمار. ملعون ابو الفلوس كله الا الشرف. ما انا مش بفرط فيه كله. كله زي نصه. كله زي نصه يا اختي. شرف البنت زي عود الكبريت ما يولعش الا مره واحده، لكن انت عامله زي الولاعه السخن وتولعي وتطفي كتير. انا لازم اخد طاري بايدي. انا لازم اخد طاري بايدي. لا يا سيمون ما توديش نفسك في داهيه يا سيمون. انا ما استاهلش. يا حلوه يا بلحه يا مقمحه. سيمون انا باخد 5000 جنيه في اليوم. طب مش تقولي ده كلام؟ وساعات 250 جنيه اوفر تايم كمان. ده بلاستيك ما بيعورش. اه والله. لا ايه ده ايه ده؟ ده على كده حلوه جدا شغلانه فتيات الليل دي. عايزين شباب ليل؟ هبقى اسالك مدام شو صاحبتي الشقه. طيب خلاص يلا روح افتحي للزباين وانا قاعد هنا. يلا سيمون خد هنا تعالى. انت في بار بلاك. عارف يعني ايه في بار بلاك؟ اختك دي انا اللي بسرحها. انت اللي بتسرح اختي بلاك؟ ايوه بص شعرها حلو ازاي. يعني كل ده وتطلع كوافير في الاخر؟ وانا صغير كنت اشتغل كوافير. بص كنت اعجبك قوي. يلا سلام. يلا يا مسيطانه. ايه رايك فيا؟ بلاك انت شكمت انا. انت مش طبيعي. انت ازاي قدرت تقنع سيمون اخويا انه يسيبني وبالسهوله دي عادي؟ انا اقنع اي حد باي حاجه. انت خطير قوي يا بلاك. تصدق انا شغاله معاك بقالي كتير قوي لحد دلوقتي ما اعرفش انت اسمك بلاك ايه؟ بلاك بيري. ريتش انا مش شايف عينيا فيها حاجه. لا ما تقلقش، هي بتبتدي كده بس انا هعالجك بالطبيعه مش بالدواء. الخيار مفيد جدا للعين. عايزك تركز بقى اول ما احط لك الخيار ما تتحركش. ها حاسس بايه؟ شايف سلطه. ثبت دماغك. في مشاكل تاني في وشك؟ ودانك فيها حاجه؟ وداني وانا صغير دخل فيها تحلب ما بسمعش كويس. يا ريت تحط لي فيها بسله. لا ما هو ده غلط شائع بقى. البسله ما بتعملش حاجه، الجزر هو اللي بيعمل، لان الجزر بيقوي السمع معروفه. ركز معايا. ها سامع حاجه؟ سامع صوت ارانب. يبقى العلاج ماشي كويس. في مشاكل تاني؟ بقك فيه حاجه؟ بقي في بعض الناس بتقول لي سنتك دي مكسوره. ما تقلقش، العنب مفيد جدا للموضوع ده، بس تخليه في بقك اوعى تشيله 3 ايام. ها في مشاكل تاني في وشك؟ يبقى العلاج جاب نتيجه. وناخد البني ادم دوت ندخله في الفرن نص ساعه، هيطلع لنا طبق جميل نفطر بيه كل يوم. ويا جماله يا جماله يا حركاته يا تكاته. انت بتعمل كيكه اسفنجيه يا ابني والله الحاجات دي مفيده للوش. يا عم تعالى نلعب كوتشينه ولا نجيب الاول اخته ترقص لنا شويه. انت فاكرني بزعل؟ ما بزعلش خالص، هي اللي بتصرف عليك.
مسدس ميه. انا هموتك غرقان يا تافه. ما انت برضه لازم محدش يحترمك. بالذمه دي بدله ظابط؟ لا دي بدله كمساري. والله ولا بدله كمساري، دي بدله اللي بياكل الزرافه في حديقه الحيوان. جود مورنينج جايز. جود مورنينج شريف. ايه يا ريتش؟ شريف مين؟ اسمه شارف. يا عم ايه يا شريف؟ انت هتمثل شريف؟ ايه يا شريف انت ايه؟ شريف دي اسم، لكن شارف وظيفه. جود مورنينج وظيفه. جود مورنينج شريف. اسمها شريف. انت ايه مخك تعبان؟ سيبكم الاسامي. صباح عسل يا معلم. صباح الفل. هاي يا شارف، ازيك؟ اتلم يا بنت، لا البسك قضيه اداب. سيبي دوجلاس يا كيتي في حاله، اصل هو النهارده مش متظبط. وانت ايش عرفك بقى ان انا مش متظبط؟ هو انا اول مره اعرفك؟ هتوه عنك يا دوجلاس. بس مين ده؟ ده دوجلاس. ده مفيش شعرايه في وشه. دوجلاس ايه؟ انا هروح اتصرف انا في الموضوع ده. بقول لك ايه يا دوجلاس، تيجي تلعب معانا كوتشينه؟ لا مش عايز العب كوتشينه. قوم يا ابني تعالى العب معانا بقول لك. لا بقول لك مش هلعب كوتشينه. ليه يا ولا مش عايز تلعب يا ولا؟ مالك كوتشينه يا ولا؟ تعالى يا ولا انجز مش يا ولا. هلعب، احنا في مصيبه. مصيبه ليه يا ولا؟ ما لسه يا ولا مفيش مصيبه ولا حاجه يا ولا. يا جماعه صدقوني احنا في مصيبه. مصيبه ليه يا دوجلاس؟ انا كده نحس، كل ما اروح في حته يحصل فيها كارثه. بلاك هات له كوبايه ميه خليه يهدى. الميه مش هتعمل لي حاجه. هات له كوبايه بيره يمكن يهدى. البيره بتدخلني الحمام. هاتوا له حقنه هوا ونخلص منه. الهوا بيدخلني الحمام. هاتوا له بامبرز. البامبرز بيجيب لي تسلخات. هاتوا له بودره تلج. عايز ايه؟ خلصنا. ما تقول يا دوجلاس بقى في ايه؟ يخلص يا دوجلاس. يا دوجلاس في ايه يا دوجلاس؟ حد فيكم يسمع عن كوشه؟ كوشه. دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا. هو ده كوشه؟ لا ده ابن حميدو. حد فيكم يسمع عن كوشه؟ لا. كويس انكم ما سمعتوش عنه، لانكم لو كنتوا سمعتوا عنه ما كنتوش هتعرفوا تناموا. ليه؟ ناموسه؟ لا يا اخويا مش ناموسه. مش ناموسه، ده واحد كان من اهل البلد هنا وسافر لف امريكا كلها وعمل مصيبه في كل ولايه دخل فيها ومطلوب في كل الولايات، يعني وونتد. لا واللي سمعته بقى انه راجع على اخر الشهر. راجع هنا على اخر الشهر. راجع حلو البلد جدا. اخر الشهر يكون القبض برضه نروق له المكان ويجي ينام نومه حلوه. طب وايه يعني يا جماعه؟ يعني لما هيجي هيعمل ايه؟ هيعمل بلاوي. ده راجل ما بيتفهمش غير بالقتل والسرقه، واي بلد دخلها فرض على اهلها اتوات وخد منهم فلوس. يا اختي عليه. قلبص بجنيه. طب انا عندي حل كويس جدا. احنا نبلغ البوليس. البوليس مش هيقدر يعمل لكم حاجه، انا مش هقدر اعمل لكم حاجه. انا عندي حل احسن. احنا نهرب ونسيب البلد. لا انا ما سيبش البلد دي خالص. يبقى مفيش غير حل واحد. نستنى كوشه اول ما يجي ونوطي نبوس جزمته ونقعد خدامين الجزم ونقول له احنا رجالتك يا كوشه يا ابو الكواشيش. عندك حق. ده هو اصلا كمان انا سمعت انه قتل 7 من رجالته قبل كده، يعني ممكن يقتلنا بكل سهوله. يعني مفيش غير حل واحد بس. ايه؟ احنا نجيب حد اقوى منه يحمينا ويخلصنا منه. حد اقوى منه؟ يبقى نجيب له ممدوح فرج. لا انا عارف مين اقوى من كوشه. مين؟ اقوى برك. والله بامانه اقوى منه بكتير. انا رحت وعارف. اسمعوا بقى، البنت دي بتتكلم صح. احنا نجيب واحد طيب نعمله شرير ونطلع عليه قصص واساطير مرعبه. ايوه، نطلع عليه اساطير مرعبه زي اسطوره بكار مثلا. طب احنا دلوقتي لو جبنا واحد وطلعنا عليه اساطير، فرضا جوشه ما صدقش الاساطير دي واحنا بس اللي صدقناه، يبقى احنا كده عملنا 2 يفلقونا نصين. نصدقها ازاي اذا كنا احنا اللي هنألفها اصلا؟ المهم هنجيب الوجه الجديد ده منين؟ ده لازم يكون وجه جديد محدش يعرفه خالص. يبقى نجيب وجه جديد. برافو. ونجيب جنبه نجم ونجيب رقاصه وننزل الفيلم في العيد، الخلطه السكيه معروفه ملايين. يا جماعه انا خلاص، انا ما بقتش ايه؟ ما بقتش حمل جرح. انا ما بقتش استنى فرح. انا ولا سنه يا حبيبي علالي قادر
بس خلاص كده مش هكمل. هي حته بس، ما هو مش عارف غير دي. المشكله بقى هنجيب الشخص الطيب ده منين؟ عندي. مين؟ عندي عبد اشتريته، عبد مكسيكي لسه جايبه من مصر حالا. جبته هنا بيحمي لي الخيل وبيروق الدنيا كلها، واحلى حاجه فيه لا حد شافه ولا حد سمع عنه. ألبرتو. الله يكسفه، غيروا الموضوع. احنا نعرف اسمه بس لكن ما شفناهوش خالص. البرتو ده ولد طيب قوي، بيحب اي حاجه بمجرد انه يشوفها. مجرد ما دخل الاسطبل حب الحصنه، حب حدوه الحصان، حب التب، حب المكان، حب الشباب، حب العزيز. اي حب في الدنيا، ده اغرب حاجه حبنا انا شخصيا. بس انا سمعت انك بتعامله معامله وحشيه، معامله قاسيه جدا. دي كلها اشاعات يا حبيبي، انا بعامله معامله العبيد مش اكتر. هو البرتو هو اللي هيواجه كوشة، احنا نخليهم يواجهوا بعض. ايه رايكم؟ انا موافق. هو البرتو ده، وطالما خلاص لقينا الحل اللي هيوقف كوشة عند حده، يلا نحتفل يا جماعه. يلا.